طاقة الشمس في خدمة التنمية. بنبان نموذجًا. في قلب الصحراء الممتدة بين أسوان وقرية بنبان بيتولد ضوء من نوع تاني، ضوء مش بس جاي من الشمس لكن كمان من مشروع قدر يحول وهجايا لطاقة نظيفة. هناك بيقف واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم ب32 محطة وقدرة إجمالية وصلت ل1465 ميجا واط. مركز ضخم بيمد مصر بطاقة صديقة للبيئة وبيرفع ريتها في مجال الطاقة المتجددة. المحطة اتطورت من جهد 22 لجهد 500 لاستقبال كميات أكبر من الطاقة اللي بتنتجها الألواح الشمسية وكأنها بتتنفس ضوء. الطاقة اللي بتتولد من بنبان مش بتقف عند حدود أسوان، هي شريان بيمد توشكا والعوينات ومشروعات قومية تانية بالكهرباء. وكمان اتربطت بمحطات نجع حمادي لدعم المصانع في محافظة قنا، شبكة ممتدة بتخدم التنمية من الجنوب للشمال. تكلفة المشروع نفسها بتحكي عن ضخامة اللي اتعمل. محطة المحولات تكلفت 440 مليون جنيه، خط الربط جهده 500 كيلو فولت اتكلف مليار و640 مليون جنيه. ولأن النجاح مش مجرد أرقام، بنبان النهاردة بقت رمز لطاقة بتطلع من قلب الشمس ورؤية رايحة ناحية مستقبل أنظف، اقتصاد أقوى، وبلد بتبني بكرة بإيدين شعبها ونور شمسها.